والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الموضوع اللي غادي نتناولوا عليه موضوع خطير. يعني هاد الناس زادوا فيه بزاف. قال لك الدينية بغاو يديروا مسحوق ديال الصراصير او مسحوق ديال الحشرات في الأطعمة. واش قال لك سيدي باش يديروا التوازن البيئي. شنو هو التوازن البيئي؟ قال لك سيدي نيا ولاو الناس كتار، وقال لك الناس محتاجه الماكله بزاف. قال لك سيدي نيا خاصنا عفوا خاصنا نديروا واحد التوازن البيئي. ناط الدول الأوروبية وصادقة سيدي نيا على هاد المسحوق باش يديروه في الأطعمة، منها الخبز ومنها المشروبات ومنها الدقيق والشوكولاتة والصلصات والقريشلات اللي تناكلوهم تنستعملوهم، خصوصا تستعملوهم الدراري الصغار والكبار. واش غنقول لك؟ واش ما قتلوناش في كورونا؟ دابا بغاو يمرضونا باش يقتلونا تاني من جديد. اللهم ان هذا منكر. قال لك سيدي نيا غادي يعتمدوا بزاف على الصراصير، سراق الزيت. وقريت بان في واحد المجله قال لك سيدي نيا بان الزيت ديال الصراصير احسن من الحليب ديال الام. ايوا اش غادي تفهموا نتوما في هاد الشيء؟ انا والله ما فهمت حتى حاجه. قال لك شي دول ما بغاوش سيدي واحد ثلاثه الدول ما بغاو ليهمش، ما بغاوش يصادقوا، ولكن شغلهم هذاك. ايوا اش غنقول لكم؟ شي حاجه جايه لهاد الدنيا. وشحال هذا تيهضروا على الازمه الاقتصاديه. وقيلا وصلت الازمه الاقتصاديه ديال بصح، ملي كلشي مرتفع وغادي في الارتفاع وكلشي تيبيع بداك الشيء اللي بغا. ايوا وقيلا ما عرفتش غنديروا، الله اعلم. وهي هي الا جيتي للصح بان في اوروبا هنا تيجيونا بعض الخضروات سبحان الله ما عرفت كيفاش تطيب. قال لي واحد النيت وبقيت تنفكر مع راساتي، واش الدلاع باقي ما طابش وغدا غادي تمشي تحيدو طابيات في الليل؟ ايوا كاين اي يعني تستعملوا دواء ديال مبيد الحشرات، تيطيبوا به داكشي هالمطيشه كلشي تيطيب في دغيا في 24 ساعه يطيب وتحيديها. ايوا اسمع ابن عدي اسمع.